تخيل نفسك في لجنة امتحان، الورقة قدامك، قلبك بيدق بسرعة، المراقب بيقول ابدأوا، ايدك بترعش، بتحاول تفتكر المعلومات اللي سهرت عليها لحد الفجر، بس دماغك واقفة. كل كلمة كنت حافظها من الكتاب تبخرت. بصيت حواليك، لقيت زميلك الياباني قاعد بمنتهى الهدوء ماسك القلم وبيرسم ابتسامة صغيرة. اللي صدمك انك عارف انه ذاكر نص اللي انت ذاكرته، ومع ذلك بيكتب الإجابات بثقة كأنه حافظ الكتاب كله. ساعتها سألت نفسك، هو ازاي ذاكر أقل وبرضه فاكر كل حاجة؟ النهاردة هجاوبك على السؤال ده، وهكشف لك أسرار المذاكرة اليابانية اللي بتخليهم يتفوقوا وهم هاديين بينما احنا بننهار من التوتر. عارف أول مرة سمعت عن الطريقة اليابانية؟ كان يوم امتحان فيزياء وأنا في الثانوية. ذاكرت ليل نهار، قفلت على نفسي الأوضة، نسيت النوم والأكل، دخلت اللجنة ولقيت نفسي ناسي معظم اللي قريته. الإحباط وقتها كان قاتل. بعدها بأيام وأنا بقلب في النت لقيت فيديو لطالب ياباني بيشرح ازاي بيذاكر. كان بيضحك بثقة ويقول أنا بذاكر أقل منكم بس دايما درجاتي أعلى. الكلمة دي قصفت دماغي، إزاي؟ ومن هنا بدأت رحلتي أكتشف السر. السر الأول، المذاكرة على جرعات صغيرة. الطلاب اليابانيين ما بيقعدوش بالساعات يذاكروا زي ما احنا بنعمل، هم بيستخدموا مبدأ اسمه كايزن، يعني تحسين بسيط ومستمر. التجربة، تذاكر 25 دقيقة بس، بعدها تاخد 5 دقايق راحة، وهكذا. المخ كده بيفضل صافي ومركز والمعلومة تثبت. الجودة أهم من الكمية. أنا شخصيا لما جربت ده، بدل ما أذاكر 8 ساعات على بعض وأنام على الكتاب، قسمت وقتي، والنتيجة بقيت أفتكر أكتر وأقل توتر. قصة قصيرة، في اليابان المدارس بتقسم حتى حصص المذاكرة لبلوكات صغيرة، والطلبة بياخدوا بريك قصير عشان دماغهم ما يتحرقش. السر التاني، التكرار الذكي. سؤال، هل عمرك ذاكرت درس مرة واحدة ولقيت نفسك ناسيه تاني يوم؟ اليابانيين حلوا المشكلة دي بطريقة علمية. بيذاكروا المعلومة النهاردة وبيرجعوا لها بعد يوم، 3 أيام، أسبوع، شهر. المخ وقتها بيفهم إن المعلومة مهمة ويحطها في الذاكرة الطويلة. أداة عملية، بطاقات أو فلاش كاردز. الأطفال اليابانيين من ابتدائي بيستخدموها. حتى الرسومات والقوانين بيتراجعوها بنفس الطريقة. أنا لما جربت الطريقة دي لقيت نفسي داخل الامتحان فاكر حتى الرسومات اللي كنت شخبطها في الكشكول. الموضوع مش معجزة، ده علم. السر الثالث، الاستدعاء النشط. الفرق بين طالب بيقرأ الكتاب 10 مرات وطالب ياباني متفوق إن الياباني بيمتحن نفسه طول الوقت. الطريقة ببساطة، اقفل الكتاب واسأل نفسك، لو أنا المعلم هل أقدر أشرح الدرس بصوت عالي من غير ما أبص؟ لو الإجابة لا، يبقى لازم أرجع. لو أيوة، يبقى المعلومة اتحفرت في دماغك. قصة قصيرة، في اليابان في حصص خاصة بيخلوا الطلاب يشرحوا لبعض بدل ما المدرس يشرح طول الوقت، لأنهم فاهمين إن أفضل طريقة للتعلم إنك تشرح بنفسك. أنا جربت ده والنتيجة كانت إن ثقتي في نفسي زادت بشكل رهيب. السر مش في عدد الساعات، السر إنك تذاكر بذكاء، جرعات صغيرة، تكرار ذكي، استدعاء نشط. 3 خطوات لو جربتهم النهاردة حياتك الدراسية كلها هتتغير. هتدخل الامتحان وانت مطمن ودماغك زي الهارد ديسك اللي حافظ كل الملفات. والأجمل إنك هتذاكر أقل وتفتكر أكتر. الطلاب اليابانيين مش أذكى مننا بالفطرة، هم بس عرفوا يذاكروا صح. والسؤال اللي عايز أسأله لك، هل أنت جاهز تغير أسلوب مذاكرتك من النهاردة؟ لو عايز تعرف طرق عملية أكتر تابعني في الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، لأن عندنا أسرار تانية هتخليك الأول على دفعتك. وخلي شعارك من النهاردة ذاكر بذكاء مش بكمية.